من خلال ضيفات البرنامج كل من السيدة حسيبة أرقام ناشطة جمعوية. أهلا وسهلا وشكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير لك الأخت، أشكركم على الدعوة الكريمة وأشكر التلفزيون الجزائري الذي أعطى لنا هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الهام هي المرأة الريفية. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. شكرا. نسعد أيضا باستضافة في برنامج صباح الإخبارية السيدة صابرين عمراني رئيسة جمعية نسوية. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير وشكرا على الدعوة. شكرا لقبول الدعوة. إذن شاكرين لكم تلبية الدعوة مباشرة للحديث والإثراء في النقاش من خلال موضوع المرأة الريفية ودورها في المجتمع. اسمحوا لنا أن ننطلق من دور المجتمع المدني في تمكين ومرافقة ودعم المرأة الريفية من خلال مختلف الآليات التي يوفرها من خلالكم سيدة حسيبة أرقام. نعم، شكرا لك على هذا السؤال الهام. إذن سأتطرق للحديث عن هذا الموضوع الهام كتجربتي كناشطة جمعوية مع مختلف النساء في القرى والمداشر والمناطق النائية بولاية تيزي وزو. حقيقة لمست من خلال اتصالي المباشر مع مختلف النساء المرأة الريفية، خاصة المرأة الماكثة في البيت، لديها نية كبيرة ولديها يعني نساء حاملات لمختلف الحرف التقليدية. أخص بالذكر مثلا صناعة الحلويات التقليدية، الأطباق التقليدية، الجبة القبائلية، الحلي، الفخار. ما تحتاج إليه اليوم هذه المرأة خاصة في المناطق الريفية هي المرافقة، الدعم وإعطاء النصائح أكثر لتشجيعها لتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع. كيف يمكن الآن؟ يعني هناك عدة اتصالات من النساء خاصة المرأة الماكثة في البيت، تلقيت عدة اتصالات لمرافقتها وإعداد وأقدم لها عدة نصائح. أن المرأة لابد أن تكتسح عالم الشغل بتجسيد هذه الفكرة وترجمتها على أرض الواقع. وكما قلت لديها يعني المرأة الريفية في المناطق الجبلية تتمتع بعدة مواهب وحرف والصناعات تقليدية، والمرأة الريفية حقيقة تريد لديها يعني نية كبيرة للحفاظ على هذا كذا، من جهة أخرى الحفاظ على الموروث الثقافي في تلك المنطقة. هناك عدة نساء قاموا بترجمة هذه المواهب على أرض الواقع عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة. طبعا استفدنا من قروض لونساج من لونجان، طبعا دعم المرأة الريفية تجسيد هذه الفكرة. حظيت بعناية خاصة من طرف الحكومة الجزائرية وتحت تعليمات سيد رئيس الجمهورية الذي أمر رفقة المرأة الريفية والأسر المنتجة. الأسر المنتجة كطرف قوي في معادلة تشجيع المنتوج المحلي وتطوير الإنتاج الوطني، وهذا هو التوجه الجديد حاليا، هو تشجيع المنتوج المحلي والتعريف به على المستوى المحلي في الأسواق المحلية والوطنية والدولية. طبعا ولاية تيزي وزو عرفت عدة معارض في هذا المجال، قامت بتنظيم عدة معارض فيما يخص الجبة القبائلية. كنا قد احتفلنا بالطبعة 19 للجبة القبائلية ببلدية أثيني، والطبعة كذلك 6 لصناعة الفخار. جميل. في أثخير ببلدية أثخليلي. جميل جدا. نعم. وما أحوج الاقتصاد الوطني لحرف وإمكانيات المرأة الحرفية في شتى المجالات. سيدة صابرين عمراني، سنفصل أيضا في دور الجمعيات في مرافقة المرأة ودعمها، لكن على القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، وصباح الإخبارية يواصل في أركانه وفقراته. كنا نتحدث مع ضيفتا البرنامج عن موضوع تمكين المرأة الريفية، دعمها ومرافقتها في تشجيع إنتاجها وتشجيع حرفها ومواهبها. السيدة صابرين عمراني، نجدد التحية لشخصك المحترم، مرحبا بك مجددا. سنتحدث عن حاجة المرأة الريفية صاحبة الحرفة وصاحبة الموهبة إلى الدعم والمرافقة، خاصة من الجانب التكويني، وهو ما تعمل عليه الجمعية التي تسيرونها، أليس كذلك؟ نعم. هدف الجمعية ترقية والمحافظة على التراث، على الموروث الثقافي. نعم. لماذا؟ بكل بساطة المرأة هي التي تقوم بهذا الموروث الثقافي، هي التي تحافظ، لأن بدون المرأة ليس هناك موروث ثقافي. هناك بزاف لا ديرنيير فوا درنا دي ورشات تكوين في القرية، وين درنا ورشة تاع الخياطة، ورشة تاع الحلويات التقليدية، الزخرف على الأزهار.
لكن بكل بساطة قبل كل هذا لازم هذه المرأة لازم تقرأ شوية، خاطر كاين نساء ما يعرفوا لا يكتبوا ولا لا يقراوا. سي بور سا درنا عقد مع مساعدة مع الديوان الوطني محو الأمية، وندخلوا هذو النساء باش يقراوا شوية، باش يكون عندهم سيرتان نيفو هكذاك باش يدخلوا في التكوين. هذا هو المهم عند الجمعيه، باش هذو النساء لاخاطر كاين النساء بزاف راهم يخدموا بهذو الحرف، راهم يساعدوا العائلات تاعهم والمحافظه على التراث الثقافي، وايضا رفع المنتوج المحلي. فعلا. وكذلك السيدة صابرين عمراني أشارت إلى نقطة غاية في الأهمية، هو دور المرأة هي صاحبة الموهبة وصاحبة الحرفة في الحفاظ على الموروث وفي الحفاظ على الهوية الجزائرية عموما في عديد عاداتها وتقاليدها وكل المكونات التي تسخر بها الجزائر. في هذا الإطار سيدة حسيبة أرقام، فيما يتمثل دور المرأة في الحفاظ على الموروث الثقافي؟ نعم، سؤال مهم في هذا الموضوع المهم. لمست حقيقة كما قلت لك في البداية من خلال اتصالي المباشر مع مختلف النساء، خص المرأة الماكثة في البيت، المرأة التي لديها حرفة تقليدية، لديها نية كبيرة وحماس كبير لترجمة موهبتها على الأرض الواقع، من جهة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي والتقليدي التي تسخر بها تلك المنطقة بولاية تيزي وزو. طبعا الهدف من هذا كله هو تشجيع المرأة حاملة الحرف التقليدية والمشروع التقليدي، من أجل تشجيعها لإنشاء مؤسسات مصغرة، من جهة تساعد نفسها على في مختلف المصاريف، وأيضا خلق مداخل إضافية في تلك المنطقة، وأيضا خلق مناصب الشغل لشباب تلك المنطقة، وأيضا التعريف على هذا المنتوج التقليدي. كيف يتم التعريف بهذا المنتوج التقليدي؟ عن طريق مختلف القنوات المؤسساتية المتمثلة في الفنادق أو المعارض الوطنية، في الأسواق الوطنية المحلية والوطنية والدولية. هناك شهدنا تنظيم عدة معارض في الخارج عن طريق سفاراتنا المعتمدة في الخارج، وأيضا معارض وطنية ومحلية أين عرفت إقبال كبير لمختلف الزائرين مختلف ولايات الوطن، وأيضا الأجانب يفضلون أن يتعرفوا على هذا المنتوج المحلي. كما قلت أنا حقيقة رافقت نساء كانوا ماكثات في البيت. أخص بالذكر أتحدث عن النساء في المناطق الجبلية، في الأرياف، في المناطق النائية، تحتاج فقط إلى بعض الإرشادات والنصائح. هناك كذلك بعض النساء اتصلن بي لإعطاء لهن بعض النصائح والإرشادات لكيفية إنشاء جمعية نسوية ثقافية، لأن لما تكون داخل الجمعية سوف تكون فعال أكثر داخل المجتمع. هناك نساء اتصلوا بي من نساء تيزي الترقة ببلدية مقلة، هم لديهم حماس لإنشاء جمعية ثقافية، وكل النساء لديهن حرف تقليدية في أيديهن. نعم، هناك نساء يبدعن كثيرا في صناعة الجبة القبائلية، والنموذج حاضر معنا من بلدية معاثقة. وأيضا هناك نساء لديهن موهبة كبيرة في صناعة الأطباق التقليدية. أخص بالذكر الحلويات، المسمن كما نقول، مسمن معروف على المستوى الوطني، ولكن في ولاية تيزي وزو كذلك لديه يعني كيفاش نكهة كيف يطيبوه نساء القرية. وهناك نساء ذهبن أبعد من ذلك، تحصلنا على قروض لونساج لونجان، يعني دعم من طرف الدولة الجزائرية. طبعا هذا قرار هام نثمنه نحن، وثمنته كذلك نساء ولاية تيزي وزو، خاصة بعد القرار الأخير الذي تقدمت بتعليمات السيد رئيس الجمهورية بضرورة دعم ومرافقة المرأة الريفية والأسر المنتجة من أجل ترجمة مواهبها التقليدية على أرض الواقع، إنشاء مؤسسات مصغرة. الحفاظ على هذا المنتوج الثقافي المحلي والتعريف به على المستوى والدولي، ومن جهة أيضا أخرى خلق مداخل إضافية لتلك المنطقة والولاية والوطن ككل. فعلا. وهو كذلك وهو المسعى المراد في الحقيقة. طيب سيدة صابرين عمراني، هي النموذج الحاضر وإيانا، وهي المثال الحاضر وإيانا لهذه المرأة التي تمتلك حرفة وموهبة تساهم من خلالها في تحريك العجلة الاقتصادية الوطنية عموما في صناعة الجبة القبائلية. هل يمكن أن تروي لنا السيدة صابرين عمراني حكايتها مع هذه الحرفة؟ الحرفة هذه في المنطقة تاعنا عندنا سبيسيال واسمه لاغوب تاعنا،
الجبهه القبيليه تاعنا تاع معتقه، لاخاطر كل جهه في تيزي وزو عندها نموذج تاعها، عندها جبهه القبيليه تاعها. هنا جاءت الفكره لماذا لا نجتمع مع النساء تاع معتقه، وبعد كل وحده واش عطات واش زادت من بيان سور مع الورشات هنا جاءت الفكره اننا ننشئ ونديروا عيد الجبه القبائليه في معتقه اللي كانت الثالث والرابع والخامس من جويه. درنا لوكازيون تاع عيد الشباب والاستقلال وين كان هناك بزاف ناس اللي جاوا شغل انايا باش نرفعوا بزاف الانتاج المحلي. والقضاء على كاين هناك قرى نائيه ما كاش برك ما كاش كاع اللي يسمع بها ولا يعرفها. الحفاظ على الجبه القبائليه كموروث وطني ايضا، موروث ثقافي، عاده وتقليد. وي اكزاكتو. سورتو في معتقه عندنا الفخار، عندنا الجبه القبيليه، عندنا بزاف البرنوس، عندنا اسمه الزرابي وكاع بزاف عندنا بزاف عادات تقليديه. نعم. وكرئيسة جمعية كيف تعملين على ربما نقل هذه الحرفة وعلى نقل الخبرات في هذه الحرفة إلى النساء الأخريات أو الشابات الأخريات؟ عبر الاتصال. عندنا مع مديرية اسمه الثقافة، مديرية الثقافة، وأيضا مع السيدة حسيبة الاتصال بالنساء لا يبارك لي يعرفوا هذا التخصص. وهنا جات الفكره ان نديروا دي زيكسبوزيسيون سبيسيال بور لا روب كابيل. جميل جدا. هنا المراه في حد ذاتها يمكن ان تنشئ شبكات مع نساء اخريات لهن من ذاتي الحرفه والموهبه للتسويق لمنتجاتها وللترويج لمنتجاتها داخل المنطقه وخارجها، وربما احيانا خارج حدود الوطن، وهو ما تعمل عليه فعاليات المجتمع المدني. أمثالكم سيدة حسيبة أرقام. نعم. وقبل الإجابة على هذا السؤال أضيف فقط فكرة فيما يخص الجبة القبائلية والحلي، أنه تقدمت وزارة الثقافة والفنون بطلب لدى مكتب اليونسكو لتصنيف الجبة القبائلية والحلي كموروث ثقافي لا مادي. طبعا خطوة هامة نرحب بها كثيرا. أما فيما يخص طبعا الاستماع لانشغالات النساء، كما احنا نقولوا المرأة تفهمها المرأة. نعم. المرأة تفرح بزاف كي تروح لها المرأة، تفهمها، تسمعها، تعرف واش راهي حابة وكامل. طبعا كان هناك جلسة استماع مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والجمعيات. كانت رئيسة المرصد الوطني المجتمع المدني كانت حاضرة في ولاية تيزي وزو، أين كان لنا لقاء في قاعة جلسة استماع لانشغالات مختلف الجمعيات والنساء الماكثات في البيت للاستماع لانشغالاتهن. طبعا كما قلت أن هذه المرأة واش يخصها هي المرافقة فقط باش والتشجيع. لما تشجعيها أنك قادرة ولازم هذه الحرفة اللي راكي تتمتعي فيها والموهبة اللي راكي تتمتعي بها لازم تروحي تكتسي عالم الشغل لتجسيدها على أرض الواقع، وأن الدولة الجزائرية أعطت كل التسهيلات والإمكانيات، فلما لا يعني احنا نروح لهم. أنا أفضل أن أتقرب أكثر للنساء في القرى والمداشر والمناطق النائية في ولاية تيزي وزو، لأن صحيح حقيقة لمست عندها النسوة لديهن يعني مواهب الله يبارك في المجال التقليدي. أوجه لهن تحية كبيرة لكل النساء وكل النساء الوطن. طبعا كما قلت أنه هناك نموذج كثير من النساء الماكثات في البيت والنساء حاملات للمشاريع. نجحنا اكتسحنا عالم الشغل ونجحنا في إنشاء مؤسسة مصغرة. اليوم نرى نساء يعني تسير عدة مؤسسات اقتصادية سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، ونجحنا في عالم الشغل. أصبحت اليوم المرأة تريد أن تكون يعني رقم إيجابي، يعني طرف إيجابي قوي في معادلة تطوير الاقتصاد الوطني إلى جانب الرجل، من أجل يعني تشجيع المنتوج المحلي لتسخر به بلادنا. ليس فقط ولاية تيزي وزو، كل ولايات الوطن فعلا. كل منطقة كل ولاية لديها خصوصياتها لابد أن نحافظ عليه. كل واحد في مكانه، امرأة شاب، أن يقوم بترجمة الموهبة التي يتمتع بها
على أرض الواقع لتشجيع المنتوج المحلي والحفاظ على موروثنا الثقافي والتقليدي وإنشاء مؤسسات مصغرة من في هذه النقطة بالذات استسمحك سيدة حسيبة أرقام. ونحن في مناخ المؤسسات المصغرة ودعم المؤسسات المصغرة وربما تطور الفكر المقاولاتي في خطوات واعدة وكبيرة تخطوها الجزائر في هذا المجال. المرأة الريفية هي الأخرى لها حظها في مجال المقاولاتية وفي مجال إنشاء المؤسسات المصغرة. هل من نماذج يمكن أن نتحدث عنها اليوم؟ هل من قراءة لواقع المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالنسبة للمرأة الريفية؟ نعم، كاين نموذج. أنا صراحة لما تواصلت مع عدة نساء كاين نموذج كبير نساء بدأنا بفكرة صغيرة بسيطة بإمكانيات صغيرة، شيئا فشيء تطورت هذه المؤسسة المصغرة. كاين كما قلت نساء تحصلنا على قروض لونساج، تحصلنا على كل الإمكانيات اللازمة، سيارة، محل، وعلى حسب طبيعة المنتوج. والآلات. أخص بالذكر في صناعة الكسكس التقليدي، هم ناجحين في هذا المجال وراهي يعني تعرف به في السوق المحلي الوطني، وهم يقوموا بعدة معارض، تنظم عدة معارض في ولاية تيزي وزو فيما يخص هذا المجال، فيما يخص المأكولات التقليدية، الأطباق التقليدية، مثلا الحلويات، المسمن، السفنج. حنا بزاف هذه الامور في ولايه تيزي وزو، وخاصه في فصل الصيف، ان يعرف ولايه تيزي وزو تعرف اقبال كبير من طرف الاجانب. اذا تنظم عده معارض فيما يخص هذا المجال للتعريف بمنتوجنا المحلي الثقافي التقليدي الثري، وتسويقه الى الخارج على مستوى الاسواق المحليه والوطنيه والدوليه. وكان عندنا نموذج كبير في صناعه الحليب، صناعة الحليب ومشتقاته، العسل، زيت الزيتون، كما قلت المأكولات التقليدية، الفخار. يعني احنا ولاية تيزي وزو كل منطقة واش هي معروفة بها، مثلا واضية، معثقة، وإعزوق، عزازقة، مع الجبة القبائلية. كما قلت صناعة الفخار، احتفلنا بالطبعة السادسة لصناعة الفخار بقرية أثخير ببلدية أثخليلي بدائرة مقلع، وأيضا الطبعة التاسعة عشر لصناعة الحلي الذي احتفلنا به أيضا بأفيني معروفة بالفضة. وماذا يعني واش هو الفرق الأم؟ هي تمزج هذه المؤسسات، هذه الحرف التقليدية، يعني تحتفظ ما بين، تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة. ترى مثلا الجبة القبائلية اليوم أخذت عدة أشكال وألوان، ترى كل الأشكال مثل الفضة كذلك، يعني دائما تحتفظ بالموروث القديم وتمزج بين الأصالة والمعاصرة بأشكال جميلة ومختلفة. حقيقة عرف يعني إقبال واسع من مختلف ولايات الوطن لهذه المعارض التقليدية. الجبة القبائلية والحلي أيضا التقليدي القبائلي والجزائري عموما يروي حكايات ويعبر عن العديد من المعاني التي ترويها الألوان وترويها الأشكال، كل على حسب منطقتها. طيب سيدة صبرينا عمراني، وأنت المختصة في هذا المجال وفي خياطة الجبة القبائلية، كيف يمكن أن نحافظ على أصالة وعراقة هذا الموروث التقليدي ومواكبة في آن واحد هذه الروح المعاصرة التي تطلبها الشابات اليوم؟ أنا بالنسبة إلي كيف المحافظة هي في بعض الأحيان يجب المحافظة على حاجة القديمة، حاجة القديمة وإعطائها نظرة حديثة. للمحافظة عليها، وهذا ما قمنا به في القرية، في قرية إيغل تقضيبين، قرية أنظف قرية سنة 2022، وأن النساء هناك رسومات قديمة ولكن عندها معنى كبير وبشيء حديث. هناك رسومات تشوفيها تعبر على المرأة، على الحزن تاعها، على الفرحة تاعها. دخلي باغ اكزومبل في قرى ليس فقط في معتقة، تلقاي رسومات باغ اكزومبل كي تدخل المرأة عند يماها باغ اكزومبل كي تروح بنتها عروسة، تدخل تلقى هذيك الرسومات، تفهمي اسكو تفهم هذيك المامو هذيك ولا الأم هذيك اسكو بنتها راهي سعيدة ولا راهي حزينة ولا راهم يديروها في جميل. يعني عند رسومات لديها العديد من المعاني، حتى الألوان تروي
المعاني. كل لون يرمز إلى كاين اللون تشوفيه تكوني فرحة يرمز إلى الفرح، نعم. إلى الحزن، يعني كل حاجة عندها القراءة السيميولوجية للصورة، القراءة السيميولوجية للصورة. جميل جدا. نعم. وهي نعم. التي جميل. وهي التي كانت ترويها عبر حقب زمنية ماضية جدا، في تطورت ولمستها العديد من ربما العصرنة التي تواكب التطورات الحاصلة في شتى الميادين، وهي حتمية لابد منها ومفروضة. نعود الآن للحديث عن ربما التحديات التي تواجه المرأة الريفية صاحبة الحرفة صاحبة الموهبة. ما هي أبرز هذه التحديات التي تواجهها والتي تطلعون عليها من خلال احتكاككم بهذه الفئة سيدة حسيبة أرقام؟ نعم، طبعا الشيء الجميل كذلك فيما يخص هذا الموروث التقليدي والثقافي الجميل، طبعا ولاية زوزو دائما تنظم بما يعرف بالتوأمة ما بين الولايات للتعريف مع مختلف التبادل الثقافي ما بين الولايات. كل ولاية تكتشف ما عندها الولاية الأخرى ما تسخر بموروث ثقافي. طبعا التحديات التي تظهر المرأة الريفية تحديات كبيرة في الأفق. هي دائما لديها يعني نية كبيرة من أجل تجسيد موهبتها التقليدية على الأرض الواقع. طبعا أحكي دائما تجربتي من خلال احتكاكي وتواصلي المباشر مع النساء في الجبال. تقول لك أنا نحب نخدم، نجيب مصروف تاعي ليا ولولادي، تحب يعني تدخل يعني المدخول الخاص تاعها داخل الأسرة، تعاون بيتها، تعاون دارها، تعاون راجلها، دائما تحب تكون رقم إيجابي في معادلة تطوير المنتوج المحلي. هكذا عاهدناها المرأة الجزائرية دائما. كيف لا، وهي سليلة وحفيدة لاله فاطمة سومر وغيرها من الأسماء التي أرخت لتاريخ الجزائر، كذلك ستؤرخ لمستقبلها ولحاضرها الجميل. كل من السيدة حسيبة أرقام، نشطة جمعوية، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة وحضورك وإيانا. شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر تلفزيون الجزائر على هذه الدعوة. أتمنى لكم كل النجاح. شكرا جزيلا ولكم بالمثل. سيدة صابرينا عمراني، تمنياتنا أيضا لك بكل التوفيق والنجاح. شكرا لكم وشكرا لكم على الضيافة. شكرا جزيلا لحضوركم.